علي بن شيخ يخرج عن صمته ويهاجم قنوات الزيكو بسبب حملتهم المستمرة ضد ملاعب المغرب، مؤكداً أن المقارنة بين البنية التحتية في الجزائر والمغرب غير منطقية ومجرد تهريج إعلامي لا يخدم الكرة الجزائرية. اللاعب الدولي السابق وصف ملاعب الجزائر بملاعب كارثية، في إشارة إلى سوء الأرضيات والتجهيزات، مشيراً إلى أن المغرب اليوم يمتلك ملاعب بمواصفات عالمية تنظم فيها أكبر التظاهرات الإفريقية والدولية، في حين لا تزال الجزائر تعاني من مشاكل في الصيانة والتسيير. تصريحات بن شيخ أحدثت ضجة كبيرة وسط الإعلام الرياضي، حيث أعاد النقاش حول مدى تأخر الجزائر في مجال البنية التحتية الكروية، مقارنة بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة.